السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. مما استفدته مما يمر بي في التيك توك من بعض الفيديوهات من بعض المشايخ وبعض الدعاة ومن بعض الناصحين. ومنها أيضا بثوث الرقاة وزي كذا. أن فيه شيء. بعض الناس يعتقد آه، أن القرآن فقط، يعني من ناحية الاستشفاء به، فقط للمريض أو للممسوس أو أنه يقرأ عليه. هذا من الأشياء التي استشفى بالقرآن بعد الله بها، اللي هي أنك تقرأ على المريض آيات من القرآن، آيات رقية أو أي، وكل القرآن يعني شفاء. وخاصة سورة الفاتحة هي شفاء. لكن أيضا من الأشياء اللي استفدتها أن إذا كان الإنسان مثلا يمر هموم معينة أو بلايا أو مصائب أو شيء زي كذا، يشوف الآيات اللي فيها شيء، حتى وإن كانت تتحدث عن أمر آخر، ما تتكلم عن الهموم تحديدا. لكن مثلا زي آية اللي زي ما شفته في في السناب الماضية، يعني كلامي يتعلق بها، اللي هو قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أنا مرة سمعت من واحد يتحدث في التيك توك يقول فيه شخص أعرفه، يقول أنه مر بهموم ومر بمصائب معينة ومشاكل، فجلس يكرر هذه الآية. يعني دائما يقولها في كل مكان في كل وقت، غالب أوقاته يقولها، يعني بينه وبين نفسه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فهو فهو يقول هذه الآية ويكررها، وينوي بها الجبال الهموم اللي مر فيها. يقول: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال، وهو ينوي بها أن يقصد أن الجبال أنها جبال هموم. وهي على حسب نيته، مو بشرط، حتى وإن كانت الآية تتكلم عن أن الله سينسف الجبال يوم القيامة نسفا. إذا جاء يوم القيامة سينسف الله هذه الجبال نسفا فيذرها قاعا صفصفا. وكما قال الله في الآية الأخرى: تكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني كالقطن المنتوف، يعني ستروح هذه الجبال، الله ينسفها سبحانه وتعالى، ولا تعجزه سبحانه وتعالى. لكن إذا قريتها أنت وكررتها بنية جبال همومك تروح، أو مثلا إذا كان الواحد مريض أو يقرأ على مريض، مثلا راقي يقرأ على مريض، قد يستخدمها بعض الرقاة هذه الآية، يتفاءل بها أنه جبال همومه أو جبال مرضه تنسف وتروح، ينسفها الله، فيكررها على المريض، قد ينفع الله بها. وهذه طريقة دائما يسوونها الرقاة في التيك توك وغيره، يعني حتى في الرقاة، يعني في اللي يقرون عن الناس في المستشفيات، وهذا يركب آية على شيء وينوي بها شيء ثاني، وهي الآية تتكلم عن موضوع ثاني، مو بشرط، عادي، ما في مشكلة. يعني مثلا آية آه، مثلا يعني أي آية فيها مثلا إزالة أو نسف أو تفريج، وهي تتكلم عن موضوع ثاني، يقولها المريضة وينوي بها المرض اللي هو فيه عشان يروح. فهذه طيبة. فيقول صاحب القصة أنه يعني كرر هذه الآية: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، كثير دائما يقولها بينه وبين نفسه، بنية أنه تزول همومه وينسفها الله، فنسفها الله وعافاها الله وذهبت همومه مع الوقت. فأنصحكم بهذه الطريقة، سواء مع هذه الآية أو أي آية فيها شيء حول المعنى. أسأل الله أن ينسف همومنا وهمومكم ويكشف كروبنا وكروبكم. اللهم آمين. ودعواتكم لأخيكم يمر ببعض الظروف، فدعواتكم لي بظهر الغيب. وجزاكم الله خير.